فتح المندل. حد سمع قبل كده عن فتح المندل؟ للي ما يعرفوهوش، فتح المندل طريقة بيستخدمها الدجالين علشان يعرفوا بيها بعض الحاجات الخفية عن طريق تسخير الجن. قصتنا النهاردة عن واحدة بتشتغل في البيوت، بتشتغل عند واحدة بتفتح المندل ومعاها خدام كتير، بس لازم تمن علشان تفتح بيه المندل، بس التمن غالي قوي. يا ترى ايه هو؟ اسمع القصة للآخر علشان تعرف حكاية ضحايا فتح المندل. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. صاحبة القصة بتحكي وتقول: أنا اسمي سامية، بشتغل في البيوت من وأنا عندي 12 سنة. عدى عليا كتير وقليل لغاية ما رحت بيت الست صفاء. كانت ست كبيرة ووحيدة، وقلت هرتاح معاها، خاصة إنها كانت سخية قوي وبتراضيني. لكن بعد 3-4 أيام معاها لاحظت إنها من ساعة ما الليل يليل بتدخل أوضتها وبتقفل عليها وما بتطلعش، وطول النهار أوضتها مقفولة بقفل. كانت حاجة غريبة بالنسبة ليا، لكن قلت أكبر دماغي، يمكن الأوضة فيها صيغة ولا حاجة خايفة عليها، ويمكن بتحب تقعد لوحدها في الليل لحد ما تنام. لغاية بعد كام ليلة لما صحيت في نص الليل علشان أدخل الحمام، فمجرد ما طلعت من أوضتي لمحت نور من تحت عقب باب أوضتها. كان نور لونه أحمر وعمال يرعش، وصوتها كان طالع كأنها بتتوجع، زي ما تكون بتتأوه أو تصرخ صرخات مكتومة كأن حد بيعذبها. فقت وأنا جدتي متلبشة ومحتارة أروح أبص عليها من خرم الباب ولا أرجع لأوضتي كأني ما شفتش حاجة، لكن جمدت قلبي وقلت أروح أبص أشوف فيه إيه. ومجرد ما قربت وأنا بتسحب على طراطيف صوابعي، وقبل ما أوصل عند الباب لقيت النور الأحمر اختفى وحل محله نور الأوضة الأبيض الطبيعي، وصوت تأوهاتها اختفى لما سمعت صوتها من ورا الباب بتقول: في حاجة يا سامية؟ فكنت مبرق عينيا ومستغربة ازاي عرفت اني بقرب على بابها، لكن قلت لها: لا مفيش حاجة يا ست صفاء، انا بس لقيت نور اوضتك والع، قلت اجي اسأل من ورا الباب ان كنت عايزة حاجة. ردت وقالت: طب خلاص ارجعي اوضتك. ساعتها اخدت ايدي اللي في اسناني ورجعت جري على الاوضة وانا بترعش، وطول الليل ما غمدنيش جفن وانا عمال اسأل نفسي: يا ترى دي ست مبروكة ولا معاها خدام ولا بتعمل ايه بالظبط؟ خاصة ان ياما سمعت حكاوي في البيوت اللي كنت بخدم فيها، لكن دي كانت اول مرة اشوف، لدرجة اني كنت بفكر اتصل بالسمسار اللي جابني على هنا اقول له يشوف لي بيت تاني، وارجع اقول لنفسي بس الست دي سخية وما شفتش منها حاجة وحشة. وفي الاخر رسيت على اني اصبر لما اشوف، ولو الحكاية على قد اللي شفته الليلة وخلاص فماليش دعوة واكمل وخلاص. وفعلا عدى كام يوم وما كانش فيه جديد. كان بعد ليالي اما اصحى اشوف النور الاحمر واسمع التأوهات، وليالي لا، غير انها كل فترة كانت بتيجي عربية ملاكة فخمة تاخدها من قدام البيت وتروح تغيب كام ساعة وترجع تاني. وكنت بدأت اتأقلم على كده بعد ما مر يجي 3 أسابيع، لغاية ما جت الليلة الكبيرة بتاعت مولد سيد أحمد البدوي. وبدل ما تسيبني لوحدي اروق في الشقة ولا اعمل اي حاجة، اخدتني ورحنا المولد. كانت الدنيا حوالين الجامع زحمة موت، وفضلنا نعافر كتير لغاية ما عرفنا نوصل عند ركن بره المسجد. كان واقف فيه شيخ طريقة أو درويش، بس كان واضح إنها طريقة مش مشهورة أو غريبة، لأن كان حواليه 5-6 وخلاص. فأول ما شاف ست صفاء شاور لها، فراحت وطت على إيده ومسكها، وهو مسح على راسها، وبعدها وشوشت له في ودنه وبص ناحيتي. ومن بعدها رجعت جنبي وفضلنا قاعدين شوية وسط أتباعه اللي كانوا بيرددوا ذكر بلغة مش عربية، والست صفية بتردد معاهم لغاية ما خلصنا وقمنا علشان نمشي. لكن واحنا في طريقنا بنخترق الزحمة حوالين الجامع ايدينا ثابت من بعضها، وهي كانت سبقتني في الزحمة فتهت منها. فضلت اتلفت يمين وشمال وانا عمال اعافر عشان اطلع من الزحمة، وفي وسط معافرتي علشان اطلع لقيت راجل عجوز مجذوب وقع قدامي وسط الزحمة، فرحت وطيت عليه وشديته وفضلت معاه لغاية ما طلعنا من الزحمة. ورحت مطلع 5 جنيه من البوك بتاعي وحطيتها في ايده، فلقيته بيبص ليا بنظرة غريبة وقال: في عروقك دم الزهريين يا بنت فاطمة. ساعتها برقت بعينيا لما سمعت اسم امي الله يرحمها على لسانه، بس برقت اكتر لما حط ايده على راسي وفضل يتمتم لثواني، وبعدها قال: ده الخدمة اللي تستاهليها، حذري من صفاء وخدامها. بعدها مفيش ثواني ولقيت الست صفاء جاية، فراح قايل بصوت عالي: حي لا دايم الا وجهه. فبصيت له الست صفاء بصة كأنها بتفحصه،
وبعدها أخدتني من إيدي ومشينا. ومجرد ما وصلنا وقعدنا في أوضة الكنب لقيتها بتسألني هو المكذوب كان بيقول لك إيه؟ فمش عارفة ليه خفت أقول لها عن اللي قاله، فقلت لها كان بيدعي لي بعد ما اديته حسنة. قالت لي بس كده؟ ما قالش أي حاجة تانية؟ قلت لها لا ما قالش. فوقتها فضلت بصالي ثواني بالطريقة ما شفتهاش منها قبل كده، وبعدها ابتسمت وقالت روح اعمل لنا فنجانين قهوة. فرحت على المطبخ عملت القهوة ورجعت لها على الانتريه، ومجرد ما خلصت فنجاني وحطيته قدامي على الترابيزة قامت الست صفاء مسكته وقلبته في طبقه وبدأت تقرا الفنجان. كانت أول مرة تعمل حاجة زي كده قدامي، ودار في دماغي إن ده تفسير العربية اللي بتيجي تاخدها إنها بتقرا الفنجان ولا بتفتح المندل. فمجرد ما اتأملت في الفنجان لقيت وشها قلب، لكن حاولت تداري قلبته وبقت تبص في الفنجان وترجع تبص في وشي بملامح باردة، لغاية ما ابتسمت وقلت مش تقولي من زمان إنك بتعرفي تقري الفنجان يا ست صفاء؟ ردت وقالت وبقرا الكف كمان، هاتي إيدك. وساعتها خدت كف إيدي الشمال وقعدت تحرك صوابعها عليه وتتمتم. قلت لها شايفة إيه يا ستي؟ بصت ناحيتي وابتسمت وقالت انت متأكدة إن المكذوب ما قالكيش حاجة تانية؟ قلت لها ايوه يا ست صفاء ما قالش حاجة. قالت لي اصل غريبة يعني، لا فنجانك ولا كفك ظهر فيهم اي حاجة لا عن ماضيكي ولا عن مستقبلك. على العموم انت بنت حلال واكيد طريق حياتك هيبقى كله ابيض في ابيض، وعلشان كده ليكي عندي هدية. ودخلت ساعتها اوضتها وطلعت وعلى ايديها عباية بيت مطرزة وقالت خدي دي هدية مني ليكي. قلت لها بس دي شكلها عباية غالية قوي يا ست صفاء. قالت لي ما يغلاش عليكي غالية يا سامية، المهم يلا البسيها. قلت لها البسها دلوقتي؟ قالت لي ايوه البسيها. فكان زي ما يكون في صوت بيتردد في دماغي وبيقول لي بلاش تلبسيها، لكن لبستها وكانت كأنها متصلة عليا. لكن الغريبة ان لما لبستها حسيت ان الست صفاء مستغربة، كأنها كانت مستنية حاجة تحصل لما البس العباية وما حصلتش. لكن خلصنا ليلتنا على كده ودخلت انام في اوضتي وانا بفكر في تصرفاتها وعمايلها اللي ظهرت من بعد ما رحنا المولد وشفنا المكذوب وكلامه معايا عن الخدمة اللي معرفش ايه هي، وهل هو كان بيخاطرب بأي كلام ولا كلامه حقيقي. خاصة اني اسعى من زمان ان الجماعة اللي بيقروا الفنجان وبيفتحوا المندل بيكون معاهم خدمة من الجن، فازاي ما عرفتش تعرف عني حاجة؟ فكنت قررت انها ما دامت لها في الكلام ده هبعد عنها والم هدومي من بكرة ومرجعش تاني. لغاية ما نص الليل صحيت مفزوعة على صوت تأوهتها اللي كانت اعلى من اي يوم تاني، لكن مجرد ما فتحت عينيا صرخت لما لقيت واحدة نايمة جنبي وشها في وشي، لكن كان وشها ابيض بياض باهت وعينيها كلها سواد. فمدت ايديها كدمت بقي ووطت راسها كأنها بتبص على عبايتها. كنت حاسة ساعتها اني مشلولة ومش قادر اصرخ من ضغط ايديها على بقي، لكن عيني جت بالصدفة على عبايتها اللي كانت شبه عبايتي بالظبط. وساعتها لفت راسها وبصت على الأوضة، فرفعت عيني أنا كمان علشان ألاقي بنات كتير يمكن 10 بنات لابسين نفس العباية ومنظر وشوشهم وعيونهم زي اللي نايمة جنبي بالظبط. كانوا بيقربوا من سريري لغاية ما حوطوه وكلهم مدوا ايدهم ناحيتي. فضلت أصرخ صرخات ورا بعضها لما لقيت الست صفاء فتحت الباب ودخلت عليا، فكان منظر عينيها زي منظر عيونهم بس جسمها مش باهت زيهم. فسألتني بصوت مبحوح كأنه مش صوتها حضرت فيه كذا ده مرموخ. وقتها اختفت البنات من حواليا، فقمت ساعتها انتفضت من على السرير وطلعت اجري، لكن لقيت صفاء مسكتني من رقبتي بايد واحده ورفعتني لفوق، فما كنتش قادره اخد النفس وعمال اضرب بايدي ورجلي في الهواء. لكن فجاه حسيت انها بتشهق وبتحشرج كأن روحها بتطلع وعينيها بدأت ترجع لطبيعتها وايديها بتسيب رقبتي، فوقعت على الارض وهي فضلت ترجع لورا وتمتم وهي مبرقه عينيها ومذعوره. فبدأت أزحف أنا بره الأوضة وأنا سامعاها بتزمجر لغاية ما فتحت باب الشقة وجريت. حتى لما وصلت الشارع فضلت أجري وأنا مش عارف لنفسي طريق لغاية ما وصلت شارع النحاس، فكانت الدنيا فاضية لأن كانت الساعة 3 أو 4 الفجر. كنت بنهج على آخري من كتر الجري، حاسة إني هموت لو جريت أكتر من كده. فسندت على باب محل ألقط نفسي لغاية ما هديت شوية، وبعدها قعدت قدام المحل وأنا بتلفت حواليا من الرعب والتعب. ما كنتش عارفة اروح فين ولا اجي منين، ما طول عمري بطلع من بيت اروح على بيت، لكن منه لله السمسار اللي بعتني ليها اكيد كان عارف ببلاويها واكيد بعتني انا علشان اعرف اني مقطوعة وماليش حد. ففضلت قاعدة مش عارفة افكر. كل شوية لما تعدي عربية كان اللي يرمي كلمة ولا اللي يبص بصة،
فقمت من مكاني وبدأت أمشي لغاية ما لقيت شارع جانبي إضاءته خفيفة، فمشيت فيه قيمة 10 متر ورحت قعدت قدام محل تاني، بس كان فيه عربيات راكنة قدامي على جنب الشارع ومدرياني، فركنت راسي لورا على باب المحل وأنا ضم رجلي لصدري وغمضت عيني لثواني من التعب والخوف والقهرة. لكن مجرد ما فتحت عينيا لقيتها قاعدة قدامي على ركبها، ووشها بيني وبين وشي أقل من كام سنتي. كانت نفس البنت اللي كانت نايمة جنبي بوشها الأبيض الباهت وعينيها اللي كلها سواد، وجسمي كان زي ما يكون متكتف لما شاورت لي براسها ناحية العربية اللي راكنة قدامي. فبصيت ناحيتها لقيت مكتوب على ازازها المطرب 3 سطور: اختاري، اما تحررينا او تنضمي لينا. بعدها حطت ايديها على راسي فاختفت الدنيا من قدامي، وبدأت اشوف احداث كأنه حلم. شفت البنت دي وهي داخلة بيت الست صفاء اول يوم، ويوم ما اخدتها المولد، وساعة ما رجعوا من المولد صفاء اديتها العباية، ومجرد ما لبستها ظهر هالة سودا حوالين جسمها. ومن بعدها بدأت صفاء تاخدها معاها وهي خارجة في خروجاتها. كل مرة كانوا بيروح مكان مختلف والمعظم كانوا الستات، فكانت صفاء تقعد البنت دي وتبدأ تقرا عليها، وبعدين تبدأ البنت توصف لهم اللي شايفاه، مين اللي سرق سلسلة، أو جوز الست اللي هما بيتها بيروح فين، وحاجات كتير. كانت بتستخدم البنت في فتح المندل. وبعد سنة تقريبا صفاء أخذت البنت لأول مرة لأوضتها المقفولة، وبعدها البنت ما طلعتش تاني. وبعد فترة ظهرت بنت تانية في بيت صفاء وأخذت نفس الدورة لغاية ما دخلت الأوضة وما طلعتش، وبعدها بنت تالتة ورابعة وخمسة وعشرة لغاية ما وصلت أنا وشفت نفسي لما لبست العباية. كانت نفس الهالة السوداء بتحاول تعوج جسمي، لكن في حاجة منعاها لغاية ما هربت من البيت. وفجأة رجع منظر الشارع قدامي من تاني لما البنت نزلت ايديها من على راسي، فقلت لها وانا جسمي كله بيتنفض وهي قاعدة قدامي: اشمعنى انا؟ فبصت ناحية ازاز العربية المتطرب، فبصيت انا كمان فلقيت اتكتب عليه: انت الوحيدة اللي قدرت اتواصل معاها وهي عايشة. بعدها اتمسح الكلام وظهر مكانه: انكتب عليكي تحررينا والا. فقلت لها بلهفة: والا ايه؟ ساعتها ظهر البنات كلهم في الشارع كأنهم بيظهروا من ورا العربيات وفي مدخل العمارات الضلمة وفي الحواري اللي بين العمارات. فضلوا يقربوا ببطء وجسمهم بيخترق العربيات اللي راكنة لغاية ما بقوا كلهم حواليا. وساعتها حاطط ايدها تاني على راسي، فلقيت مشهد بيتعرض ليا قدام عينيا وانا واقفة قدام مراية بيضاوية في بيت مهجور وفي ايدي سكينة. وظهر في المراية انعكاس صورة البنات كلهم ورايا وابتسامتهم مالية وشوشهم. وبعدها رفعت السكينة ناحية رقبتي وبدأت أذبح نفسي وأنا مبرق عينيا. ومجرد ما خلصت ذبح جسمي وقع على الأرض، لكن شبحي كانت لسه واقفة قدام المراية وعينيها زي عيونهم ووشها ابتسم نفس ابتسامتهم. فشهقت لما رفعت ايديها من على راسي ورجع منظر الشارع تاني ولقيتهم كلهم حواليا. فبصيت على ازاز العربية لقيت مكتوب عليها: لازم تتحرر أرواحنا بأي تمن. واتمسحت الجملة وظهر بعدها: أو نزيد أخت جديدة. واتمسحت الجملة دي كمان وجه مكانها: يمكن لما نزيد أكتر نقدر على خدامها. قدامك 3 ليالي. وساعتها اختفوا كلهم فجأة وسابوني جسمي كله بيترعش من الخوف لغاية ما النهار طلع وبدأت الناس تظهر في الشوارع. ساعتها أول حاجة جت في بالي هي المكذوب، لكن هل هلاقيه بعد ما الموت انفض ولا هيكون برا طنطا من بلد بعيدة ورجع بلده؟ وفضلت دماغي توديني يمين وشمال لغاية ما قمت مشيت لحد الجامع وقعدت ادور في الشوارع اللي حواليه على المكذوب، لكن ما لقيتهوش. فمشيت من عند الجامع وانا مش عارف اروح فين لغاية ما وصلت عند محطة القطر وقعدت على كرسي في المحطة. كنت بفكر اركب اي قطر واهرب اروح لاي مكان بعيد، لكن لقيت واحدة قاعدة جنبي غمضت عينيها وقالت: مهما بعدتي هنفضل معاكي. بعدها فتحت عينيها لقيتني مبرق لها فقالت: في حاجة حضرتك؟ كأنها ما قالتش حاجة من ثواني. فقلت: لا مفيش حاجة انا اسفة. وقمت من مكاني وطلعت بره المحطة جري لغاية ما وقفت قدام باب المحطة بنفس حيرتي. لقيت صوت بيقول: بتدوري عليا؟ فاتلفت جنبي لقيت المكذوب. قلت له: ايوه بدور عليك. فاخدني من ايدي وركبنا مواصلات رحنا بيته في بلد جنب طنطا. كان بيت بسيط من دور ارضي، واول حاجة عملها لما وصلنا بيته اللي ما كانش فيه الا حصيرة على الارض انه دخل جاب لي عباية حريمي من عنده وقال لي: ادخلي غير العباية اللي عليك دي يا بنتي.
وبعد ما غيرت وطلعت اخد العباية حرقها قدامي، وبعدها جاب لنا اكل ومية وقعدنا ناكل على الارض في الصالة. ولما خلصنا قال احكي يا بنتي. فحكيت له على كل اللي حصل، وعرفت منه انه يعرف صفاء وانها شغالة في فتح المندل، وانها بتقدم قربان كل فترة لملك خدامها من الجن، عبارة على بنت بكر بعد ما يسكنها خادم الطلسم اللي منقوش على العباية، وتستخدم البنت المسكونة في عمل المندل لفترة لغاية ما تقدمها قربان. وقال لي ان الخدمة اللي قعدها لي هي اللي خلت صفاء ما تعرفش تستوجب قريني لما رجعنا من المولد، وان نفس الخدمة هي اللي منعت خادم الطلسم اللي منقوش على العباية من انه يسكنني، فصبر صفاء يمكن يقدر يسكنني وانا نايمة. ولما سمعت صوتي في نص الليل وانا بصرخ افتكرت ان خادم الطلسم اللي منقوش على العباية سكن جسمي خلاص، لكن اكتشفت لما دخلت عليا ان اعتقادها طلع غلط، فحاولت تقتلني وقت ما كان حد من خدامها معاها، لكن الخادم اللي هو عقدهولي هو اللي دافع عني لغاية ما هربت. وبعدها قتلوه خدام صفاء اللي استدعتهم. فسألته وانا حاسة اني مبقتش فاهمة اي حاجة، اشمعنى انا اللي اشباح البنات شافوني، واشمعنى انا اللي انت ساعدتني؟ فرد وقال انا حاولت اساعد اكتر من بنت من اللي كنت بشوفهم معاها في كل مولد، لكن كنت ببقى عارف مصيرهم، لكن مفيش ولا واحدة منهم قدرت تستقبل الخدمة. وزي ما قلت لك قبل كده دم الزهريين بيجري في عروقك، امك فاطمة كانت زهرية، قريت ده لما شفتك، وعشان كده انت من افضل الناس اللي تنفع وسيط بين العالمين. ويمكن عشان كده صفاء ما قدرتش توصل لك لغاية دلوقتي من بعد ما هربتي منها. اما بخصوص انك شفت اشباح البنات، فالخدمة لما كانت معاكي هي اللي سهلت عليكي تكشف الحجب لأول مرة، ومن بعدها واحدة واحدة هيبقى سهل عليك تكشفيها. قلت له طب واللي انا فيه دلوقتي؟ ساعتها بص حواليه وقال هيفضلوا وراكي ومش هيسيبوكي، سواء صفاء او ارواح البنات المغدورة. صفاء اكيد اتأكدت انك زهرية دلوقتي، وده معناه ان جايزة كبيرة وقربان اكبر بالنسبة ليها. افضل القرابين هم الزهريين، وصفاء معاها خدام كتير وهيدوروا عليكي. اما البنات فدول هيفضلوا برضه وراكي لانهم مش قادرين عليها لوحدهم. قلت له طب والعمل؟ قال لي انا راجل في اخر العمر ومش خايف منها، ونفسي احرر ارواح البنات المحبوسة في اوضتها وارتاح منها ومن شرها، بس مش هقدر عليها لوحدي. لما سمعت الكلام ده ما بقتش قادر افكر في اي حاجة، عايز اهرب بعيد، لكن مش عارفة ههرب لفين ولغاية امتى. فسألته ما نقدرش نحرر ارواح البنات وهي مش موجودة؟ فساعتها كانت اول مرة احس بخوف من نظراته لما بدأت اتكلم بجد ان احنا عايزين ناخد خطوة. فقال لي اكيد بتسيب خدام في اوضتها الملعونة اللي انت حكيتي لي عليها، لكن. قلت له لكن ايه؟ قال لي لو هتيجي معايا فانت نقط بسيطة من دمك ممكن استدعي بيها لخدمتي اكتر من خادم، والخدام كمان هيفضلوا معاك من بعدها ويخفوكي عن خدام صفاء البصاصين. قلت له ونقدر نستدعي الخدام دول امتى؟ ساعتها بدأت احس انه بدأ يتحمس لما قال الليلة لو تحبي. فقلت النهاردة الجمعة وهي بتخرج كل حد في نفس الميعاد من العصر، ما ترجعش الا المغرب، فاحنا ما قدامناش الا الليلة دي او الليلة الجاية. قال لي يبقى الليلة دي. وفي الليل لقيته جاب شمعة واحدة حطها في نص اوضته، وبعدها طفى النور وقعدنا قصاد بعض وفي وسطنا الشمعة، وفضل ساعتها يردد احضروا لخدمتها واستدعوا من تقدرون بحق العهود السبعة وخدام الايام السبعة. قعد يرددها 3 مرات، وبعدها جرح كف ايدي واخد مني نقط على ورقة منقوشة برسوم وكتابات وحرقها بنار الشمعة. وعدت ثواني كان الجو أوضة ساكن، بعدها دخان الشمعة اتهز وحسيت بحركة في وسط الأوضة، وإن الأوضة درجة حرارتها ارتفعت. لما سمعت صوت بيتردد في ودني حضرنا لخدمتك. فقلت للمجذوب اللي سمعته، فقال لي اسأليهم عن عددهم. قلت لهم عددكم كام؟ رد الصوت حضر 12. فقلت للمجذوب حضر 12. فقال لي قولي انصرفوا لحين طلبكم. فقلت انصرفوا لحين طلبكم. وساعتها قام قاد النور وطفى الشمعة وطلعنا للصالة. كنت حاسة اني مش في وعي، زي ما اكون في حلم ومش عارف اصحى منه، وبقيت ماشية ومكملة وخلاص. وفضل المجذوب طول يوم السبت يعلمنا استدعي الخدمة او اصرفها او امرها لغاية يوم الحد العصر، لما رحنا اتدارينا قرب بيت صفاء لغاية ما تأكدنا انها خرجت. وبعدها طلعنا على شقتها اللي كانت شقة وحيدة في عمارة من دورين في منطقة زراعية على اطراف البلد. وساعتها
خبط المجذوب الباب بكتفه ودخلنا، وبعدها رحنا على اوضتها. لما قال لي المجذوب استدعي خدمتك، فقلت احضروا وفقا للعهد. فسمعت الصوت بيتردد في ودني حضرنا لخدمتك. فقال لي المجذوب اضرب الباب برجلك. فضربته برجلي وانا متأكدة ان ضربتي مش هتأثر فيه، لكن اتفاجئت ان الباب اتخلع من مفصلاته. فدخلنا الأوضة اللي كانت مليانة رسومات ونقوش غريبة على الحيطان وبقع دم على الأرض وريحة لا تطاق. فساعتها لقيت المجذوب متجه ناحية صندوق في ركن الأوضة، لكن لما حاول يفتحه لقيت جسمه اتنفض وطار لورا خبط في الحيطة. فوقتها قلت يقتلوا خدام الغرفة. فوقتها ظهر فوق الصندوق كائن رأسه راس طور وجسمه زي ما يكون جسم غوريلا وريديل كأنه تعبان بيتلوى. كان بيحارب حاجة مخفية عن عينينا وهو بيزمجر بصوت بشع. كان بيحارب خدامي لغاية ما ظهر خيط دم أخضر خرج من رقبته، وبعدها اتفقت عينين الاتنين، وبعدها وقع على الأرض على وشه. قتلنا خادم الغرفة. ساعتها جريت على المجذوب اللي كان بيتقوه وانا بقوم مكانه وسندته ورحنا ناحية الصندوق اللي لما فتحناه لقينا فيه بقايا عظم واضح انه متحلل اجزاء كبيرة منه. فجبت ملاية السرير وبدأنا نعبي العظم فيها، وبعد ما خلصنا وربطنا الملاية وخارجين لقينا صفاء في وشنا. كانت داخلة علينا وهي بتتمتم وتشهق وتزعق بكلام مش مفهوم. فقلت بصوت عالي يقتلوا خدامها. فكل شوية كنت بسمع صوت صرخة كانت بتقتل خدامي وخدام المجذوب. جريت ناحيتها وحاولت اخنقها لكن لقيتها ضربتني فترميت على الارض. ولقيت المجذوب ساعتها طلع سكينة من هدومه وهجم عليها، فاخدت منه السكينة وغرزتها في رقبته علشان يقع ويتشنج على الارض. صرخت بعلو صوتي انتوا فين؟ كنت اقصدهم البنات المغدورات. كان واضح ان خدامي بيتقتلوا واحد ورا التاني، لكن كانوا واخدين انتباه صفاء وطاقتها وقوتها وخدامها. فلما صرخت بدأوا يظهروا من أركان الشقة واحدة ورا التانية، لكن زي ما يكونوا خايفين منها وخايفين يقربوا عليها. فزحفت من مكاني لغاية ما وصلت عند جثة المجذوب وشلت السكينة من رقبته وصرخت في البنات لو ما اتحررتوش دلوقتي مش هتحرروا أبدا. وساعتها هجمت على صفاء في نفس الوقت اللي هجموا فيه معايا. كانت رؤيتي متقطعة بتروح وتيجي وأنا بقرب منها، شوية أشوف سواد وشوية أشوفها قدامي وشوية أشوف أقزام وشياطين ومسوخ وجثث مغرقة الأرض. لكن كنت مكملة والبنات كمان مكملين حواليا لغاية ما غرست السكينة في قلبها. بعدها وقعت على الأرض. فقت بعد ساعات تقريبا في نص الليل وسط جثة صفاء والمجذوب. فقلت احضروا وفقا للعهد، لكن ما سمعتش أي رد. فقمت أخدت ربطة الملاية اللي فيها العظم ورحت ناحية المدافن ودفنت العظم. ومن بعدها ما ظهرتش البنات وانا ما طلعتش من المدافن. وهي دي نهاية قصتي.